السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، عساكم طيبين بخير إن شاء الله. اليوم أنا أعمل معاكم حلى الكستر، سهل وسريع. أول شيء عندي هنا أحط حليب. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 ملاعق. زيادة يعني أصلا 3 4 5. بالنسبة شوف يا بنات، الحين نصب الموية الساخن، بس في أهم حاجة تسوونها اللي هي تحطي رشة ملح مع الخلطة نفسها دي، لازم تضيفي رشة ملح. دقيقة. نضيف الماء الساخن. الموية حطيتها حارة لأني غالية الغلاية. الحين أركبه على النار وأخليه يغلي وأرجع لكم. كستر عندي لأن لونها أبيض كلهم ما شاء الله أبيض. بسم الله الرحمن. هذه ملعقة 2 3 تكفي، هذه 3 حبات، 3 ملاعق عفوا. الحين أذوبها بموية. الحليب غلى خلاص، وعندي هنا الكستر صار جاهز، حركته بموية. هبدأ أضيفه، وإذا شفتيه خفيف أو ثقيل تقدري تخففيه بحليب أو موية عادي. لو شفتيه ثقيل زوديه موية شوي. الحين أضيف الزبيب، وعندي تمر مقصصته صغير، شايفينه زي كذا. ما تحبي تضيفي التمر ممكن تضيفي جوز الهند، ممكن تضيفي اللوز، أي شيء مكسرات عندك تحبي تضيفيها ضيفيها. إذا ما عندك حطي سمسم، حبة البركة برضو حلوة تطلع. الحين أردها بشوية بس على النار وارجع. وهالحين نزلت مع النار هذه سماكته. وهذا شكلها حبايبي بعد ما صبيتها. الحين احطها بالثلاجة وخليها تبرد واوريكم ان شاء الله لما اطلع. انا شوف ضفت عليها كمثرى قطعتها صغير وضافتها على الوجه. مرة حلو يطلع مع الجو حار ويبرد على قلبك عاد. ان شاء الله يعجبكم، ولا تنسون دعم القناة وعمل لايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. فمان الله.